كشفت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة إنجي عبد الله مؤخرا عن تفاصيل مؤلمة تخص معركتها الصحية المستمرة، داعية الجمهور للدعم والدعاء لها. تفاصيل الأزمة الصحية للفنانة إنجي عبد الله. أعلنت إنجي عبد الله عن إصابتها بورم حميد في جذع المخ، مشيرة إلى أنها تخوض رحلة علاج صعبة للغاية. نوع ومكان الورم: أوضحت أنه ورم حميد، لكنه يقع في جذع المخ، وهو ما يجعله في مكان بالغ الخطورة. العلاج الحالي: ذكرت أنها تتلقى حاليا علاجا كيميائيا وجلسات إشعاع سابقة. كما ذكرت أنها استنفذت كل جلسات العلاج المسموحة، وأن حالتها معقدة للغاية، حيث رفض معظم الأطباء في مصر وخارجها علاجها بسبب خطورة مكان الورم. تدهور حالتها: أشارت إلى أن حالتها الصحية تتدهور باستمرار، وأنها فقدت الإحساس بالجانب الأيمن من جسدها في مرحلة ما، وأنها أصبحت تجد صعوبة في القيام بأبسط الأمور اليومية. طلب الدعم: أكدت أنها تحتاج إلى الدعم والدعاء في محنتها الصعبة. موقف شقيقتها: من الأمور المؤثرة التي كشفت عنها إنجي هي وقوف شقيقتها بجانبها ودعمها، رغم أن شقيقتها نفسها تعاني من مرض خطير، حيث لديها ورم في الرئة والمخ في المرحلة الرابعة، وأنها هي التي تساعدها في تلبية احتياجاتها اليومية. عبرت إنجي عن رضاها بقضاء الله الصعب عليها وعلى شقيقتها، طالبة الدعاء لهما بالشفاء والصبر.